السلطه كده بقت جاهزه. هاي انا حبيبه، هكون معاكم في رمضان في مطبخ الف طبخه وطبخه. هنحتاج ذره حلوه وكمان خضار، جزر وبسله وفاصوليا خضراء، وممكن نحط بطاطس اذا حابين. عشان نعمل دريسنج بقى هنحتاج مايونيز، توم، زبادي، ليمون، وشويه بقدونس على شبت وملح وفلفل. في ميه سخنه هننزل بالخضار ونسيبه يغلي غلوتين كده 5 دقايق على ما نعمل الدريسنج. في الدريسنج بقى هنحتاج 3 معالق مايونيز، هنزل عليهم بنص الكميه من الزبادي، يعني معلقه ونص بالظبط، وحط عليها فص واحد بس من الثوم المفروم والشبت والبقدونس اللي قلنا عليهم، وعصره ليمون صغيره خالص، ملح، فلفل اسود، ونديها تقليبه حلوه كده. ونشيله على جنب بقى كده شويه لحد ما الخضار يغلي. ودلوقتي نشيل الحله وننزل بيها في المصفى عشان نصفي الخضار. وننزل عليهم بالذره الحلوه، وننزل عليها بالدريسنج التحفه اللي احنا لسه عاملينه من شويه. لون الشبت مع المايونيز الابيض مدينا لون حلو قوي، غير كمان الوانات الخضار وريحه الدريسنج. لا بجد خطيره ولازم تجربوها. ونشيل الطبق الحلو ده في التلاجة شويه عشان الخضار يبرد ويبقى الطعم ريتش قوي. وبعد ما طلعناه من التلاجة وزي ما انتم شايفين كده وكده احلى سلطه بقت جاهزه. ما تنسوش تكتبوا لي في الكومنتس ايه الاكلات اللي تحبوا تشوفوها في مطبخ الف طبخه وطبخه.